الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم عندنا سورة الطارق. هذه السورة مكية، أي نزلت في مكة، آياتها 17، ترتيبها بالمصحف 86، نزلت بعد سورة البلد، بدأت بأسلوب القسم، قال تعالى: والسماء والطارق، لم يذكر فيها لفظ الجلالة. محور الموضوع يدور محورها هذه السورة متعلقة بالعقيدة الإسلامية والإيمان بالبعث والنشور، وقد أقامت البرهان الساطع والدليل القاطع على قدرة الله جل وعلا على إمكان البعث، فإن الذي خلق الإنسان من العدم قادر على إعادته بعد موته. فقال: والسماء والطارق. الطارق السماء معروفة، هذه الآية العظيمة 7 طباقا بدون يمسكها أي أحد. والطارق اللي هو النجم الثاقب اللي قسم به الله سبحانه وتعالى، قال: والسماء والطارق وما أدراك يا محمد من الطارق، فأجابه المولى سبحانه وتعالى: النجم الثاقب الذي يفصل بنوره الظلام على النور. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.